يا مساء الجمال يا حبايب قلبي. النهارده معانا شوية قصص عجبوني قلت احكيهم. 3 قصص كل واحدة أغرب من التانية، فمن غير رغي كتير يلا بينا على أول قصة. باتريك شاب عنده 17 سنة، عايش مع عيلته المكونة من أبوه وأمه وأخوه الأكبر منه، وكلهم عايشين في بيت كبير في مدينة ريلي أو رالي على حسب نطقها. باتريك كان طفل خجول ومش بيعرف يعبر عن نفسه ولا بيعرف يحكي مع الناس. على طول كان نفسه يتكلم ويعبر عن نفسه، لكن خوفه وخجله كانوا بيمنعوه. لكن دلوقتي الوضع اختلف تماما. ابتدى يتعلم الكتابة وبدأ يعبر عن نفسه بالطريقة اللي تعجبه، وبدأ يكتب يومياته وقصص قصيرة. في يوم أهله كانوا بره البيت، باتريك قرر يكتب قصة مرعبة ودموية كان نفسه يكتبها من زمان. وبما ان اهله هيباتوا بره ومفيش دوشه، فده احسن وقت للكتابه. باتريك قفل نور البيت كله ما عدا نور اللمبه الصغيره اللي على المكتب بتاعه، وبما ان مفيش حد في البيت راح خد كام ازازه بيره من التلاجة وفضل يشرب لحد ما ظبط دماغه، وبعدين قعد على المكتب علشان يكتب القصه. فضل باتريك غرقان في الكتابه لحد منتصف الليل. لما شاف ان الوقت اتاخر كان عايز ينام، ولكن البيت كله مفيهوش صوت والشارع فاضي تماما، مفيش حتى عربيه بتعدي، وكمان الالهام كان نازل عليه، فحس ان العالم كله متظبط علشان يخلص قصته. فقعد يكمل كتابه، وكان مستغرب ومتوتر وخايف من كميه التفاصيل المرعبه اللي بيكتبها. بعد شويه وقف باتريك الكتابه، وكان حاسس بغثيان في المعده بسبب تفاصيل الجريمه المرعبه اللي كتبها. رغم خوفه فضل مسحول في القصه، وكان بيفكر في اللي كتبه علشان يلاقي نهايه تليق بالقصه المرعبه دي. في وقت ما المكان ضلمه وهادي جدا، باتريك اتنفض من مكانه لما سمع صوت سيرينة عربيات الشرطه العاليه وهي بتعدي من الشارع. اكتر من صوت واكتر من عربيه شرطه ماشيين في المنطقه اللي من 10 دقايق كانت عباره عن فراغ وسكون تام. لما لقى نفسه خايف قرر وقتها انه يوقف كتابه القصه النهارده ويبقى يكملها في يوم تاني لما اهله يرجعوا البيت. بعدين راح على سريره علشان ينام، لكن فضل قاعد شويه ومعرفش ينام من الخوف، وراح فتح التلفزيون. كان في التلفزيون مذيع بيقول ان في مجزره حصلت في مدينه ريلي. في سفاح هجم على استراحه السواقين اللي على الطريق 77، ودخل الاستراحه وقتل بوحشيه 7 رجاله وهرب وساب المكان وراه غرقان دم. حاول باتريك يفهم ايه اللي بيحصل، خصوصا ان دي مدينته وكمان بيته قريب من الطريق 77، لكن وقتها شاف انوار الشرطه وهي بتقرب من بيته. راح بص من الشباك لقى الضابط نازل من العربيه وهو بيعرج على رجله وجاي يخبط على باب بيته. راح باتريك وهو خايف علشان يفتح الباب، فتح جزء صغير من الباب وساب السلسله موجوده علشان تكون امان لو حصل حاجه. الضابط بص بالكشاف على البيت وشاف انه واسع ومعظمه فاضي ومضلم. بعدين طلب من باتريك انه يكلم والده او والدته، لكن باتريك قال له ان مفيش حد في البيت النهارده. لما باتريك قال للضابط كده، الضابط قلق وقال له انت اسمك ايه؟ فباتريك قال له انا اسمي باتريك تولي، والضابط قال له انا اسمي الملازم جري. بعدين جري سأل باتريك لو اهله ممكن يرجعوا علشان دلوقتي خطر انهم يسيبوه في البيت لوحده، لكن باتريك قال له صعب جدا لانهم بره الولايه. بعدين جري قال لباتريك اقفل الابواب كويس والشبابيك، ولو حسيت باي حاجه رن على الطوارئ بسرعه وفي ظرف ثواني هكون عندك. بعدين الضابط لف وشه ومشي. باتريك وقتها لاحظ ان الضابط بيعرج بسبب ان جزمته فردة وفردة، يعني الفردتين مش نفس المقاس ولا نفس طول النعل. كمان لما بص على وسطه ما لقاش السلاح اللي بيكون مع اي ضابط. وقتها استغرب ازاي ضابط شرطة بيقول ان الوقت ده خطر ويكون ماشي من غير سلاح. لما رجع قعد قصاد التلفزيون، كان لسه خبر الجريمة بيتذاع في كل القنوات. عرف باتريك ان القاتل راجل ابيض وزنه حوالي 80 كيلو وطوله فوق ال 180 سم بشوية ومش معاه سلاح. وفي التلفزيون كانوا بيقولوا ان القاتل بعد ما قتل الرجالة في الاستراحة هرب من المكان، وهو حاليا هربان في المنطقة السكنية اللي باتريك عايش فيها. باتريك لاحظ ان كل المواصفات دي مشابهة تماما لنفس المواصفات بتاعة الملازم جراي. كل حاجة في الضابط لما جه كانت مثيرة للشك. علشان كده باتريك طلع الموبايل واتصل على الطوارئ. لما حد رد عليه من الاسم اللي عنده سألهم عن ضابط معاهم اسمه جراي، قالوا له موجود وحولوا المكالمة على مكتبه. لكن قبل ما باتريك يسمع صوته قفل المكالمة بسرعة. ساعتها اطمن ان جراي ده ضابط حقيقي ومش القاتل. بعدين لف على كل الشبابيك والبلكونات والابواب اللي في البيت وقفلهم، وتاكد كذا مره انهم مقفولين كويس، وراح خد عتله من اوضه العده وحطها جنبه على السرير. في البدايه حاول ينام لكن دماغه كانت مشغوله بالحادثه اللي حصلت. فضل يفكر فيها كتير لحد ما دخل في النوم. بعد شويه صحي باتريك على ايد بتصحيه بعنف شديد وبتطلب منه يفوق بسرعه. لما صحي باتريك كان مش عارف اذا كان ده حلم ولا حقيقه. اول ما شاف راجل غريب قدامه بيصحيه من النوم اتفزع من مكانه، لكن الراجل ده لحقه وقال له انه الضابط جراي وجاي علشان يطمن عليه لان القاتل دلوقتي في الشارع هنا. باتريك بص على التاج نيم اللي على البدله بتاعته واتاكد انه الضابط فعلا، لكن كل ده باتريك ما كانش شايف وشه بسبب ان النور في المكان ضعيف جدا ووش الضابط ما كانش باين. جراي ساب باتريك على السرير يستوعب اللي بيحصل وراح على الباب علشان يتاكد ان مفيش حد دخل. وهو بيتحرك باتريك شاف انه ماشي عادي جدا ومش بيعرج ولا اي حاجه، والجزمه رغم العتمه الا انها كانت باينه جدا ان النعلين قد بعض.
باتريك بدأ يحس بالخوف وسأله انت ازاي دخلت هنا؟ جري قال له ان الباب الامامي للبيت كان مفتوح على اخره، علشان كده طلعت لك بسرعة. فسأله باتريك وهو خايف جدا وقال له امال فين الجزمة الغريبة اللي كنت لابسها والاصابة اللي كانت في رجلك؟ راح الضابط قال له غيرت الجزمة وجيت لك جري، انا لقيت بره على اول الشارع 4 ضباط مقتولين في عربيات الشرطة فخفت عليك وجيت لك جري. لكن باتريك ما صدقش الكلام ده، علشان كده لما جري قرب منه يقومه من على السرير، باتريك مسك العتلة اللي كان مخبيها وضرب جري على دماغه وطلع يجري من الأوضة على تحت. قبل ما يوصل باتريك لباب البيت سمع صوت الضابط جري وهو بيقول له وبيحذره من حاجة، لكن وقتها باتريك اتضرب رصاصتين ووقع على الأرض. باتريك ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، بس وراه بسرعة لقى الضابط جري اتضرب برصاصة في دماغه ومات. حاول باتريك يزحف لحد الباب، لكن وقتها لقى راجل غريب طالع من ورا الكنبة ورايح ناحيته ومعاه مسدس في ايديه. الراجل الغريب ده لما لقى باتريك بيعيط من الألم والخوف حاول يهديه وقال له إن كل حاجة هتنتهي دلوقتي، وضربه هو كمان برصاصة في دماغه. تاني يوم لما العائلة رجعت على البيت اتصدموا لما شافوا إن بيتهم بقى مسرح جريمة، عشان كده الشرطة نقلتهم على مكان آمن لحد ما ينظفوا مسرح الجريمة. العيلة عرفت إن في 3 جثث في البيت، 2 لضباط شرطة والجثة الثالثة لباتريك متقطعة على 3 أجزاء، كل جزء منهم محطوط في أوضة مختلفة، والمجرم اللي عمل كده لسه هربان ومحدش يعرف عنه حاجة. وبتنتهي القصة الأولى على كده. وقبل ما ندخل في القصة التانية حابب أفكرك لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ويلا بينا على القصة التانية. في نوفمبر سنة 97 لاحظ دكتور نفسي للأطفال إن في مريض في جلساته بيتكلم عن شخص معين كتير جدا. في البداية الدكتور وأهل الطفل كانوا فاكرين إن الراجل ده صديق خيالي لابنهم، لأن كتير من الأطفال بيعملوا في خيالهم صديق خيالي يتكلموا ويلعبوا سوا، وده شيء طبيعي جدا لسنهم. الطفل كان مسمي الراجل ده السيد المبتسم. الطفل كان بيقول إن الراجل ده مش بيتكلم معاه، إنما هو بيحضر يقف عند طرف السرير، ولو حب يقول حاجة الطفل كان بيسمع في دماغه الكلام اللي السيد المبتسم بيقوله. الدكتور في البداية من كلام الطفل فهم ان الطفل بيمر بمشاكل نفسية تقيلة، لانه كان بيقول ان لما السيد المبتسم كان بيجيله كان بيعرفه ان كل حاجة هتبقى كويسة، ولو كان زعلان كان بيبسطه ويفرفش عنه، وكان بيقول انه بيحس بالامان لما السيد المبتسم يحضر، وكان بيحس بالسعادة من الريحة اللي بتملى المكان لما بيشوفه. المكان كله بتقلب ريحته لريحة حلويات جميلة. الدكتور ما اهتمش بالكلام ده وحذر الاب والام من انهم يتخانقوا تاني قدام ابنهم، لكن مع مرور الوقت الدكتور كان بيلاحظ ان في اطفال تانية بتوصف الراجل ده. في البداية لاحظ بنت عندها 9 سنين بتتكلم عن واحد اسمه السيد المبتسم وانها بتفرح لما بيجي لها. بعدين طفل تاني عنده 7 سنين اتكلم عنه برضه. كمان في 2، واحدة عندها 12 سنة وواحد عنده 11 سنة اتكلموا برضه عن السيد المبتسم. الدكتور شاف اكتر من 17 طفل وطفلة بيتكلموا عن السيد المبتسم. في البداية فكر ان الاطفال سموه كده صدفة، خصوصا ان كلمة السيد المبتسم يعني هي وصف اكتر منه اسم، واي حد ممكن يفكر فيها بسهولة. لكن بدأ يسأل الاطفال دي عن تفاصيل وشكل السيد المبتسم اللي بيشوفوه. في البداية كان مهم للدكتور انه يتأكد ان مفيش حد من الاطفال دول يعرف التاني، ولا فيهم 2 مع بعض في نفس المدرسة، ولا حد من اهالي الاطفال دول شغالين في نفس المكان سوا مثلا. مفيش حاجة خالص مشتركة بين الاطفال اللي اتكلموا عن السيد المبتسم، وده علشان يلغي تماما فكرة ان ممكن يكون طفل قال للطفل التاني عليه، لان مفيش حد من الاطفال دي يعرف التاني. وعلى الرغم ان مفيش واحد من الاطفال دي اتكلم او تواصل مع شخص تاني منهم قبل كده، الا ان كل الاطفال وصفوا السيد المبتسم بنفس الطريقة ونفس الصفات. الدكتور لما شاف كذا طفل بيتكلموا عن شخص محدد جدا حس ان الموضوع ممكن يكون مش صديق خيالي، علشان كده اتكلم مع اهالي الاطفال دول بشكل منفصل وقال لهم لازم ياخدوا بالهم من اطفالهم في اوضهم بالليل وهم نايمين، وطلب منهم ان هو يبلغ الشرطه بالموضوع علشان لو كان في خطر على اطفالهم الشرطه تلحق تتصرف. طبعا الاهالي وافقوا على طول وفضلوا متابعين مع الدكتور والشرطه باهتمام كبير. الشرطه بعد فتره راحت تتكلم مع الاطفال دول عن السيد المبتسم، حاولوا يعرفوا من الأطفال شكله عامل إزاي أو أي حاجة مميزة موجودة فيه، لكن محدش من الأطفال عرف يشرح أو يوصف تفاصيله، إلا إنهم أكدوا إن الراجل على طول مبتسم وجواهم إحساس إنه مش راجل زي باقي الرجالة وإنه مختلف شوية عن البشر. كمان الأطفال قالوا إن السيد المبتسم بينزل لهم أغنية مش باللغة الإنجليزية ولا بلغة الأطفال دول يعرفوها، لكن مجرد ما بيبدأ غنى الأطفال بتحس بالأمان جدا. ولما سألوا الأطفال طب تفتكروا الراجل المبتسم ده ممكن يكون بيدخل البيت إزاي؟ كلهم قالوا إنهم بيصحوا يلاقوه واقف عند طرف السرير، ولا مرة طفل من الأطفال شافه وهو بيدخل البيت أو بيخرج منه. بعدين الشرطة طلبوا من الأطفال يرسموا الرجل المبتسم، لكن كل الأطفال رفضت ما عدا واحد بس. الطفل ده مسك قلم تلوين وورقة ولون الورقة كلها للون الأحمر وقال للشرطة هو ده، لكن الشرطة قالت له مفيش راجل في الصورة ولا في إيدين مثلا ولا رجلين ولا أي تفاصيل. لكن الولد أكد أكتر من مرة إن اللي في الصورة دي السيد المبتسم.
الشرطة رمت الصورة ومحدش يهتم، لكن لما الدكتور عرض الورقة الحمراء دي على باقي الأطفال في الجلسات بتاعتهم وسألهم انتوا شايفين ايه، كلهم بلا استثناء أكدوا انهم شايفين في الصورة السيد المبتسم. الشرطة وقتها كانت متأكدة ان السيد المبتسم ده راجل حقيقي بيقتحم البيوت دي وبيدخل للأطفال، وبحثوا في سجلاتهم عن أي مجرم مسجل موجود في المناطق اللي ساكنين فيها الأطفال، لكن ما كانش في حاجة. الأهالي ركبوا كاميرات في أوض نوم أطفالهم، طبعا كاميرات بدائية جدا وجودتها وطرق العرض بتاعتها غريبة ومتعبة. الأهالي كانوا بيسهروا الليل كله قاعدين قصاد الشاشات مستنيين يشوفوا أثر للسيد المبتسم، لكن في الأيام اللي ركبوا فيها الكاميرات ما حصلش أي حاجة خالص. بعد أسبوعين اتأكدوا الشرطة والأهالي إن مفيش حد اسمه السيد المبتسم، ولما استشاروا دكاترة نفسيين تانيين مختلفين الدكاترة قالوا ممكن السيد المبتسم ده يكون شخصية في مسلسل أو في كرتون الأطفال دي بتتفرج عليه، أو ممكن كمان دي تبقى حالة هلوسة جماعية حصلت للأطفال، وفعلا الحياة ابتدت ترجع لشكلها الطبيعي. لحد ما في يوم من الأيام في طفل من الأطفال اتخطف. في يوم من الأيام قامت أم الطفل ده علشان تشرب، وهي معدية من قدام الشاشة اللي بتعرض تصوير الكاميرا شافت إن ابنها بيفوق من النوم، سابته وراحت على التلاجة تجيب مية، لكن عقبال ما رجعت لقت الكاميرا فصلت. راحت الأم تطمن على ابنها لقيته اختفى من الأوضة تماما، رغم إن مفيش أي طريقة يقدر الولد يطلع بيها من الأوضة من غير ما أمه تشوفه. الشرطة لما وصلت واتكلموا مع الأم قالت إن المكان كان ريحته حلويات زي اللي الأطفال وصفوها قبل كده. الشرطة عملت عمليات بحث مكثفة في المنطقة، لكن ما كانش في أي أثر للطفل ولا في أي حد شافه. وفي خلال أسبوع واحد الأطفال ابتدت تختفي واحد ورا التاني، لحد ما اللي اتبقى من ال17 طفل 4 أطفال بس. الشرطة حاولت تعرف أي حاجة من ال4 أطفال دول. الأطفال قالوا إن السيد المبتسم أكيد هيرجع لهم علشان ياخدهم زي ما وعدهم قبل كده. الشرطة فهمت إن السيد المبتسم وعد الأطفال إنه ياخدهم على المكان السعيد اللي هو عايش فيه هو وأصحابه المبتسمين التانيين، والأطفال قالوا إنهم ياما شافوا صور للمكان السعيد اللي السيد المبتسم عايش فيه. قالوا إن الصور دي كانوا بيشوفوها في خيالهم، والأطفال كانوا مستنيين بفارغ الصبر إنهم يروحوا للمكان ده زي ما توعدوا. بعد فترة من اختفاء الأطفال ال4 أطفال الباقيين بدأوا يتعبوا جدا، والمدرسة بتاعت كل واحد فيهم بلغت أهاليهم إن العيال بتشوف حاجات مرعبة مش موجودة ويتعرضوا لنوبات صرع في المدرسة، وكانوا بيقولوا إنهم خايفين من السيد المبتسم وخلاص مش عايزين يروحوا على المكان السعيد. وال4 أطفال دخلوا في حالات صرع وخوف وأرق لدرجة إنهم كانوا بيحتاجوا ياخدوا مهدئات علشان يقدروا يناموا. واحد من الأطفال قال للدكتور إن السيد المبتسم بيقول له كلام مرعب في ودنه، وبيقول له حاجات تانية خايف يقولها علشان أهله ما يعرفوهاش، لكن الدكتور حاول يقنعه إنه يقول له على الحاجات اللي قالها دي، بس الطفل كان خايف جدا. وبعد محاولات إقناع كتيرة من الدكتور الطفل كتب الكلام اللي السيد المبتسم قاله له، والطفل لما سلم الورقة للدكتور كان مرعوب وطلب منه ما يقولش لأهله على الكلام اللي كتبه. الدكتور لما شاف الورقة على طول بلغ الشرطة ورفض يعرف أهل الطفل الكلام اللي كتبه، ولما الأهالي حاولوا يعرفوا من الشرطة رفضت تماما. الأطفال بقت مش بتنام، والأهالي بقوا يعدوا من قدام الشاشات بالليل يلاقوا عيالهم قاعدين على السرير وعينيهم مفتوحة على الآخر، لا بيتكلموا ولا بيعملوا أي حاجة، حتى المهدئات ما بقتش تجيب معاهم نتيجة. الطفل منهم بياخد مهدئات تنيم حصان ومع ذلك بيفضل صاحي لكن مش بيتكلم ولا حتى بيرمش بعينيه. بعد فترة الأطفال كلهم بقوا مش بيتكلموا إنجليزي، بيتكلموا لغة محدش فاهم منها حاجة. الشرطة جابت خبراء في اللغات علشان يعرفوا إيه اللغات اللي الأطفال بيتكلموا بيها، لكن محدش فيهم عرف هما بيقولوا إيه. وفي سنة 99 الأطفال ال4 هما كمان اختفوا بدون ما يسيبوا أي أثر وراهم زي الأطفال التانيين، ولحد النهاردة مفيش أي تفسير يوضح مين السيد المبتسم أو الأطفال دول راحوا فين. وبتخلص القصة التانية على كده. وقبل ما ندخل على القصة التالتة والأخيرة حابب أوضح إن القصة التالتة بتتحكي على هيئة يوميات. صاحب القصة كان محتاج يكتب يومياته لسبب مهم جدا هتعرفوه في القصة، والقصة طويلة شوية وفيها تفاصيل وأحداث، فكوباية شاي جميلة وظبط قعدتك الرايقة وأنت بتسمع القصة واعمل اللايك ويلا بينا. 5 يوليو 2010. بصراحة أنا مش مسرح لفكرة إن أكتب يومياتي، لكن من أسبوع عملت حادثة بالعربية. لما اتنقلت على المستشفى الدكاترة قالوا لي إن نجاتي من الحادثة دي كانت معجزة، ولما عملوا لي الفحوصات اكتشفوا إن أنا حصل لي إصابات في دماغي. الإصابات دي ممكن يبقى لها تأثير على حياتي، زي مثلا إن ممكن يحصل لي مشاكل في الذاكرة أو في استيعاب الأحداث، وعلشان أعرف كويس إذا كانت دماغي اتأثرت بالإصابات دي ولا لأ الدكتور طلب مني أكتب يومياتي وأقراها كل فترة علشان أشوف الأحداث دي أنا فاكرها ولا لأ، وطلب مني كمان أكتب التفاصيل المهمة علشان لو اختلطت عليا تفاصيل معينة وأمور معينة يبقى في حاجة بتفكرني وتعرفني إيه الصح وإيه الغلط. أنا اسمي جيمس هانتر، عايش في ولاية ميشيغان، عايش لوحدي في بيت من دورين. أنا عايش وبنام في الدور الأول، أما الدور التاني ما هو إلا مكان للتخزين، وبما إني مش ساكن مع حد ولا عندي حاجات كتير علشان أخزنها فغالبا أنا عمري ما طلعت الدور التاني. كمان البيت ده فيه قبر، البيت في الريف وفي مكان معزول جدا، يعني لو حتى هيرتكب جريمة قتل فده المكان المثالي لكده. أنا لسه جايب البيت ده من قريب جدا، تقريبا من شهر مثلا. لقيت سعره لقطة بالنسبة لي وكنت مستغرب إزاي بيت بالمساحة دي
وموجود في مكان جميل زي اللي البيت ده موجود فيه ويكون سعره قليل كده. لكن لما سألت صاحب البيت ما كدبش عليا من أول ما سألته، وقال لي إن سعره رخيص كده بسبب إن في واحد اتقتل فيه من سنة. قال لي إنهم لقوا جثة على السلم الخشبي اللي بتنزل للقبو، وبعد الجريمة دي في واحد ومراته عاشوا هنا لمدة شهر، لكن سابوا البيت ومشيوا. ولما اتسألوا ليه سبتوا البيت قالوا إنهم كانوا بيشوفوا شبح في البيت. في الأول الشبح ده كان مسالم، لكنه بعد كده بقى عصبي جدا لدرجة إنه كسر السلم الخشبي اللي بينزل على القبو. علشان كده أنا قررت أشتري البيت ده. الصراحة سعره رخيص هو اللي خلاني أفكر أشتريه، لكن أنا برضه بعشق الظواهر المرعبة والأشباح والجن والعفاريت بشكل عام. بحب كل الحاجات الماورائيات. أول وآخر مرة شفت فيها حاجة زي كده لما كان عندي 11 سنة، شفت شبح جدتي واقف قدام السرير عندي، ومن ساعتها ما شفتش حاجة تاني، مع إن على طول بتمنى أشوف شبح مرة تانية، لكن ولا مرة ده حصل. أول يوم ليا في البيت فضلت باصص للسلمة اللي اتكسرت دي، وكنت على أمل ألقى حاجة ترعبني، لكن لما بصيت كويس ما لقيتش حاجة خالص. كل اللي كان موجود هو مساحة فاضية تحت السلم علشان يتخزن فيها حاجات، لكن غالبا صاحب البيت خاف السلم تقع فسد المساحة دي وحط حاجات علشان تبقى داعم للسلم بدل ما ينهار ويقع. أنا مش عارف أنا بقول الكلام ده لمين وليه أصلا بكتب الكلام ده في يومياتي، بس للأسف الدكتور هو اللي قال لي أكتب اليوميات دي وأنا مضطر لحاجة زي كده. بس في الحقيقة أنا فعلا بتمنى يكون في أشباح في البيت هنا. الموضوع هيكون ممتع جدا. ومن ساعة ما جيت البيت من شهر ومفيش أي حاجة خالص حصلت. 16 يوليو 2010. بقالي فترة في يومياتي بكتب حاجات مملة وملهاش لازمة. أخيرا امبارح حصلت حاجة تستحق إنها تتكتب. امبارح كنت فارد جسمي على السرير وسمعت صوت حاجة غريبة جدا بتتجر في القبو تحت. وقفت من على السرير بسرعة ونزلت جري على القبو، وقبل ما أدخل فضلت واقف بره أشوف لو في حاجة خطر موجودة، لكن ما كانش في أي حاجة خالص في المكان. لما دخلت القبو حاولت أحرك حاجات مختلفة في القبو وأسمع صوتها، لكن ولا حاجة من الحاجات اللي موجودة في المكان صوتها وهي بتتجر شبه الصوت اللي أنا سمعته. علشان كده قفلت القبو وطلعت على فوق. فضلت سهران لحد الساعة 3:30 الفجر بحاول أفهم إيه اللي حصل ومنين جه الصوت ده، لكن لحد دلوقتي مش عارف. 17 يوليو 2010. مش عارف بصراحة لما الدكتور يقرأ الكلام اللي أنا كاتبه ده هيقول عليا إيه، لكن أكيد هيشوفني مجنون. بصراحة مش عارف أرد عليك وأقول لك إيه، بس قول عليا اللي أنت عايزه. أنا النهاردة رحت الواسطة الروحية، رغم ان انا عارف ان معظم او كل الوسطاء الروحيين ما هم الا نصابين وحراميه، لكن انا ما كنتش قادر امسك نفسي. الوسيطه الروحيه اللي رحت لها دي اسمها لوري مارفن. لوري لما جت على البيت رفضت ان انا اقول لها اي معلومه او اي حاجه بخصوص الحاجات اللي انا خايف منها في البيت هنا، وقالت لي لو في حاجه غريبه انا هحس بيها. وبعد شويه قالت لي ان في حاجه مرعبه حصلت على درجات السلم اللي بتنزل القبو، وقالت كمان انها حاسه بطاقه مظلمه جدا وقويه في المكان لحد اسمه كارلتون. وبعدين حاولت اعرف منها اي حاجه تانية لكن ما قالتش اي معلومه جديده. أنا صدقت كلام الوسيطة الروحية، لأن لما مشيت من عندي أنا فتحت الإنترنت وبحثت عن اسم كارلتون وجنب منه اسم الولاية والمدينة اللي احنا فيها، وطلعت المقالات. عرفت إن في واحد اسمه كارلتون مولر اتقتل في البيت هنا من سنة. حصل خناقة بينه وبين زميله في السكن تايلر فرانك، وتايلر قتل كارلتون على السلم قدام القبو وهرب. 29 يوليو 2010. امبارح حصلت حاجة خلتني بعيط من الخوف والفرح في نفس الوقت. امبارح كنت فارد ظهري على السرير ولقيت نور الحمام نور، رغم ان انا متاكد ان قافل النور كويس. لما قمت علشان اشوف النور اتفتح ازاي لقيت قدامي في الطرقه راجل واقف قدام باب الحمام. لما شفت الراجل ده الدم نشف في عروقي، ما قدرتش اتحرك او اجري او اعمل اي حاجه خالص. الراجل كان باصص لي بصه ما تقولش انه عايز يهجم عليا او يأذيني. لما هديت شويه وخدت نفسي ادركت ان انا دلوقتي حققت حلم من احلامي. أنا أخيراً شايف قدامي شبح. الشبح اللي قدامي لراجل في بداية ال40، ونور الحمام اللي جنبه كان ضارب في وشه وتفاصيل وشه كلها باينة. دقنه الخفيفة المنبتة وشعره القصير، لكن شكله الطبيعي جدا ده مختلف عن شكل الأشباح اللي احنا بنسمع عنهم وبنشوفهم في الأفلام. اللي واقف قدامي ده راجل طبيعي جدا. حاولت أتكلم معاه وأنا بنطق الحروف بالعافية وسألته أنت كارلتون؟ لقيته نزل راسه لتحت ورفعها تاني ببطء شديد. لما لقيته رد عليا سألته أنت مت إزاي؟ لكن ما ردش عليا ولا عمل أي حاجة، فضل واقف مكانه ما بيتحركش. فضلت أنا أحاول أكلمه لكن بلا جدوى، مش بيرد عليا. استنيت الوقت يعدي علشان يختفي وأقدر أطلع من البيت، لكن عدى وقت طويل وكارلتون لسه واقف في الطرقة اللي بتنزل على السلم. مستحيل أخرج من البيت من غير ما أعدي من قدامه، وأنا مستحيل أعمل حاجة زي كده. فدخلت أوضتي وقفلت عليا الباب، وما حسيتش بنفسي غير تاني يوم لما صحيت من النوم. لما شفت نور الصبح في البيت طلعت بسرعة أجري أشوف كارلتون لسه موجود ولا لأ، لكن لقيته اختفى من مكانه. 3 أغسطس 2010. من وقت ما كارلتون ظهر لي في الطرقة ما شفتهوش تاني. كنت كل يوم بصحى وانا متحمس وخايف في نفس الوقت اني اشوفه، لكن ما كنتش بلاقيه. بس في الاول كنت بلاحظ لحد ما اتاكدت ان كارلتون كل يوم بيغير ترتيب الحاجات اللي في المطبخ واللي في القبر. مش عارف بصراحة ليه بيعمل كده، ولكن في الحقيقة انا مش مهتم.
امبارح كنت في اوضتي بحاول انام بس ما كانش جاي لي نوم. وقتها سمعت صوت حاجه بتتحرك في الاوضه، لفيت ورايا ابص على مصدر الصوت، لقيت كارلتون واقف على طرف السرير وكان باصص لي في عينيا. بصيت له وانا مرعوب، لكن جزء مني كان فرحان اني شفت تاني، وحاولت اساله هو ليه واقف هنا وكان مختفي فين الايام اللي فاتت دي، لكن كارلتون ما ردش عليا ولا حرك جسمه ولا اي حاجه. فضلت باصص له وانا خايف، لكن مره واحده وانا مركز معاه لقيت الدنيا اسودت ورحت في النوم. لما صحيت من النوم جه في دماغي سؤال مهم، هو كارلتون كل يوم بيقف يتفرج عليا وانا نايم ولا دي اول مره يعمل كده؟ انا كنت خايف جدا من نظراته المريبه ليا. فضل باصص في عيني الوقت كله، حتى ما كانش بيبربش بعينيه. 4 أغسطس 2010. امبارح معرفتش انام من الخوف. كنت فاكر ان لما يعدي يوم كامل من ساعه ما شفت كارلتون وهو واقف على طرف السرير ان الدنيا هتهدى وهقدر اتحكم في اعصابي، خصوصا ان كنت متحمس لظهوره وكان حلمي اشوف شبح حقيقي. لكن دلوقتي انا خايف جدا. مش عارف ازاي تايلر فرانك قتل كارلتون، ولكن باين انها كانت موتة صعبه جدا، وروح كارلتون شايل غضب كبير جواها. حاليا الكتابه هي الحاجه الوحيده اللي بطلع فيها خوفي ورعبي وتوتري، على الرغم من اني بكتب الكلام ده لنفسي، لكن انا بحس براحه كبيره جدا بعد ما بطلع الافكار المرعبه دي من دماغي بدل ما تسيطر عليا وتخليني افقد عقلي تماما. 6 أغسطس 2010. امبارح كلمت الدكتور وقلت له على موضوع كارلتون، لكن ما ذكرتش الموضوع بشكل صريح. كان رد الدكتور عليا ان مخي اتأثر بالإصابة بتاعة الحادثة، وان الأرق اللي بيجيلي في الليل بسبب الإصابة. لكن لما حاولت اشرح له انا ليه بفضل سهران بالليل، خاف من كلامي اكتر وشك ان الإصابة أثرت عليا جامد. 14 أغسطس 2010. من وقت ما كارلتون ظهر لي في الأوضة وهو مش بيظهر تاني، بس كل يوم بسمعه في القبو بيجر حاجة بتطلع صوت غريب. علشان كده نزلت القبو وحاولت أعرف بيجر إيه، لكن حاولت أجر كذا حاجة ومفيش منهم حاجة بتطلع نفس الصوت اللي بسمعه كل يوم بالليل. 21 أغسطس 2010. امبارح ظهر لي كارلتون تاني، لكن المرة دي ما كانش واقف على طرف السرير، أنا لقيته واقف فوق راسي مباشرة. كانت الساعة 3 الصبح بالدقيقة، شعره طول وعينيه اتملت غضب ووشه اسود جدا عن أول مرة شفته فيها. أول ما شفته أنا خفت وقمت من على السرير وطلبت منه إنه يمشي، لكن وقتها كارلتون عينيه وسعت أكتر وأنا بدأت أخاف، ونزلت على إيدي ورجلي وأنا بسحب في الأوضة علشان استخبى في ركن من الأوضة. عرفت من حركات جسمه إنه عايزني أرجع أنام تاني، وهو رجع يقف في نفس المكان اللي كان بيقف فيه قبل كده على طرف السرير، وعرفت إنه مش هيمشي غير لما أرجع أنام. رجعت على السرير وحاولت أنام بالعافية، وكنت مدي لكارلتون ظهري. من تعب الشغل ما حسيتش بنفسي غير لما صحيت والنهارده انا خدت قرار، طالما مش عارف اخلي كارلتون يسيب البيت ويمشي فانا اللي هسيبه. 28 أغسطس 2010. انا كلمت شركة ابادة حشرات علشان يجوا البيت، جبتهم علشان يكونوا حجة ليا ان انا اسيب البيت كام يوم، وفي نفس الوقت انا على امل ان المبيدات الحشرية اللي معاهم يقتلوا كارلتون. عارف انها فكرة هبية وهبلة، ولكن الغريق بيتعلق بقشاية. 29 أغسطس 2010. يا سلام على الراحة، أخيرا أنا هقدر أنام النهاردة في أمان. هفضل قاعد في الفندق ده لحد يوم الثلاث الجاي، يوم 31 أغسطس، وقتها للأسف هرجع للبيت تاني لأن العمال هيكونوا خلصوا شغل في البيت. 1 سبتمبر 2010. لما رجعت على البيت قفلت باب أوضة النوم بالمفتاح على أساس إن الباب المقفول هيمنعه من الدخول. كالعادة الساعة 3 الفجر صحيت على صوت في الأوضة، لكن لما لفيت راسي لقيت كارلتون قدامي واقف زي عادته على طرف السرير، لكن المرة دي باصص في الأرض وعلى وشه ملامح حزن. مفيش حاجة في المرة دي في منظره تخوف. سألته مالك في إيه؟ بصلي في عيني واتحرك في اتجاه الباب وشاور لي أجي وراه. شفته قدامي بيخترق الباب المقفول، فرحت أنا قمت جري فتحت الباب بالمفتاح وطلعت وراه. فضل ماشي في الطرقة وأنا ماشي وراه لحد ما وصلنا للسلم. نزل كارلتون السلم بشويش وأنا كنت وراه. لاحظت هو بينزل إن رجله مش لامسة الأرض أساسا وكأنه طاير في الجو. فضل ماشي قدامي لحد ما وصلنا للسلم اللي بيودي القبر. هناك لقيته بيشاور لي على درجة السلم اللي مات عندها، وبعدين شاور لي علشان ارفعها من مكانها. حاولت ارفعها لكن كانت تقيلة جدا ومتثبتة كويس، لكن حاولت بقوة اكتر وفعلا اتشالت. وقتها سمعت صوت شبه صوت الجر اللي كنت بسمعه كل يوم بالليل جاي من القبر. لما شلت درجة السلم لقيت وراها حفرة ضلمة جدا. رحت جبت كشاف ونورت المكان، وبعد بحث في المكان وتدوير كويس لقيت جثة، وريحة المكان صعبة قوي. حاولت اشوف اي تفاصيل في الجثة، عرفت انها جثة راجل في ال40 من عمره. لما بصيت على وشه لقيته كارلتون. اتصلت بالشرطة فورا، ولما وصلوا فتشوا المكان كويس، ولما شافوا الجثة على طول اتصلوا على الطب الشرعي، ولما الطبيب وصل خرجوا الجثة من مكانها. وبعدين سألني الضابط ايه اللي حصل. قلت له صحيت الساعة 3 الفجر وكان في شبح عند طرف السرير، والشبح هو اللي دلني على مكان الجثة دي. الضابط استغرب من كلامي واستغرب من ان انا بتكلم عن شبح بطريقة عادية. قلت له انا عارف ان كلامي يبان غريب، لكن ده شبح حقيقي، شبح الجثة دي، جثة كارلتون مولر. شبح كارلتون بقاله شهر بيظهر لي في البيت وكان بيرعبني. الضابط استغرب من كلامي وقال لي كارلتون مولر،
وبقاله شهر. قلت له كارلتون اتقتل في البيت هنا من سنة ورجع على هيئة شبح علشان يعرفني فين القصة بتاعته. الظابط رد عليا وقال لي كارلتون مولر ده احنا بندور عليه من شهرين تقريبا، والطبيب الشرعي بيقول ان القصة دي مقتولة من يومين بس مش من سنة. انهي الفيديو دلوقتي ولا ادخل على قصة رابعة؟ بصراحة في قصة رابعة معايا ممتعة جدا، بس للأسف الفيديو كده هيبقى طويل قوي، والأيام اللي جاية كتير والفيديوهات أكتر منها إن شاء الله. فما تنسوش تكتبوا رأيكم في القصص وتقولوا لي أنهي قصة من التلاتة عجبتكم أكتر. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وأشوفكم الفيديو الجاي.